الانمي بتاعنا بيبدأ بشاب اسمه كولين بيكون بيتمشى في غابة موحلة وكئيبة جدا، وبعدها بيدخل في مبنى مهجور وفي جثث كتير متعلقة على الحيطان. جوه المبنى بنلاقي مجموعة من الناس غريبي الأطوار بيعملوا حفلة، ولما بيشوفوه بيخافوا ويجروا. وفجأة واحد زي الوحش بيطلع لهم بمنشار كهربائي، بس كولين بيضرب ضربة واحدة بالسيف بتاعه وبيقطع راس ملك في ثواني. وبعد ما ملك ده بيموت، كولين بيتصاعق بصاعقة كهرباء جوه المكان. وبعد كده بنروح لنيويورك في عالم بعد نهاية العالم مع السولو جيتار جامد. هنا بنتعرف على شخصية زعيم العصابة. بنعرف كمان ان كولين صياد جوايز، بس زعيم العصابة الفشيخ ده مش عاجبه الوضع، وكولين بعد كده بيتقبض عليه وبيترحل لقصر زعيم العصابة ده. وفي الطريق بنعرف ان في فيروس قاتل قضى على 80% من سكان العالم، والامل الوحيد هو لقاح معين. بعدين كولين بيقدر انه يهرب وبيقابل ولد صغير اسمه جو بيوديه لبار مشبوه، وهناك بيقابل داليا بنت فكرته بحبيبته القديمة مويا. بنرجع فلاش باك لزمن ما بعد انهيار الامبراطورية الرومانية، وكولين كان زعيم قبيلته ووقع في حب مويا جامد. كولين وقبيلته كانوا هيحاربوا جيش روماني ضخم بقيادة ماركوس اوكتافيوس، وهناك مويا بتخون كولين وبتخدره وبتروح لماركوس وبتعرض عليه نفسها عشان يرحم قبيلتها من غضب جيشه. لكن فجأة بتهاجمه وبتغزه وهو بينزف قدامها، لكن ماركوس بينجو بأعجوبة وبيمسكها قبل ما تهرب. ماركوس بيصلب مويا على تلة عشان تشوف إبادة قبيلتها، وكولين بيفوق بس بقى ضعيف قوي ومش قادر يقاتل. رجالته كلهم بيطحنوا بس هو بينجو وبيفوق على دمار قبيلته، وبيشوف كمان مويا من بعيد وهي مصلوبة على التل. وهناك مويا بتقوله ان هو لازم ينتقم وبتموت بعدها، بس كولين بيقرر ينتقم. بنرجع بقى تاني للبار مع داليا والشرطة بتدور عليه في الشارع. داليا بتوديه لكنيسة مهجورة عشان يستخبى فيها، وبعد كده بيطلب منها ان هو يساعدها تنقذ المدينة من منطقة تحت سيطرة الحكومة. وبنعرف ان المسؤولين هناك بيخططوا لتوسيع امبراطوريتهم، وماركوس هو زعيمهم الجديد وبيخلي علماء يطوروا اسلحة دمار شامل. الشرطة بتكون بتدور على كولين فوق وهو بيتسحب تحت، وداليا بتوديه لقاعدة المتمردين وبيتقال له ان ماركوس مخبي اللقاح وبيمنعه عن الناس. وبعد كده داليا بتاخد كولين لأوضة وبتعرض عليه نفسها مقابل فلوس، بس كولين بيرفض وقال لها مش هدفع للعب العيال ده. وداليا ساعتها بتبقى عايزاه يساعدها يسرقوا اللقاح، بس هو بيطلع لوحده وهي بتروح وراه. وبعد كده كولين بيشوف ماركوس على شاشة كبيرة وبيعرف ان هو اللي بيحكم المدينة بشكل فعلي. وبنرجع بعد كده فلاش باك للعالم القديم، وكولين بيهاجم معقل روماني عشان يلاقي ماركوس، وهناك بيقتل جندي روماني وبياخد اليونيفورم بتاعه وبيوصل لخيمة ماركوس، بس فجأة بيترعش والجنود بيعرفوا انه مش روماني. وكمان بيحاول يهاجم ماركوس بس عددهم بيكون كتير قوي وكولين بيتفرم. ماركوس بعد كده بيتحدى المبارزة بس كولين مش قده وبيتجرح جرح مميت، وساعتها كولين بيقع على حصانه وماركوس بيسيبه عشان يموت. لكن كالعادة كولين بيشفى بمعجزة وروح بتظهر له بتقول له انه خالد. بيحاول يهاجم الروح دي بس بيتصاعق بصاعقة، والروح بتقول له انه كان بيشفى لسنين طويلة وكل الجنود الرومات ماتوا من زمان، بس ماركوس كمان خالد. والروح بتقول له ان ماركوس اقوى منه بكتير، والطريقة الوحيدة ان الخالد هي انه يقتل خالد تاني في عملية بتسمى التوازن. وبيقول له كمان ان مش ممكن يخلف عيال في العالم الحديث. كولين بقى عايز يساعد داليا تدخل معقل ماركوس، فبيستخدموا مدخل سري وبيتقابلوا بجو في الممررات. جو بيحط جرس انذار وبيصحي تمساح وحش ضخم، وهنا كولين بيقطع راس التمساح قبل ما ياكل داليا. بيواجهوا شوية حراس وكولين بيقرر يخش بالنار وبيوصلوا للمختبر، وداليا بتدخل وهي ماسكة السلاح وبتطالب باللقاح. وبيطلع ان العلماء بيشتغلوا على فيروس مالوش لقاح، وهناك الدكتور بيتعصب على داليا فهي بتضربه وبترميه على الارض. بعد كده كولين بيسيب داليا وجو وبيروح عشان يدور على ماركوس. ثم بعد ذلك بنرجع فلاش باك لروما، وكولين بيواجه ماركوس لتاني مرة بس برضه بيكون مش قده. ساعتها ماركوس كاد ان يقطع رأسه، بس شوية جنود وصلوا ورموه بعيد. نروح بعد كده المعركة تانية في اسكتلندا، وكولين بيحاول يقتل ماركوس بس بيفشل كالعادة. الناس شافوه بيموت بيفتكروا انه زومبي وبيبقوا عايزين يقتلوه، بس زعيمهم بيقرر يسيبه.
بنروح بقى لليابان في سيناريو معتاد. كولين وماركوس بيقاتلوا بعض تاني، وبعدها بيقاتلوا بعض فوق طيارة في الحرب العالمية الأولى. وكولين بعد كل ده بيفوق مجروح في كنيسة، وماركوس بيقول له يا عم خلاص، في 2000 سنة عدوا كفاية وعيش حياتك. ثم بعد ذلك بنرجع للزمن الحديث، وكولين بيلاقي ماركوس فوق البرج. كولين بيهاجم بس ماركوس بيصد كل هجماته بسهولة وبيرميه بعيد. بعد شوية قتال ماركوس بيرمي كولين من الشباك وبيروح لجنب البرج، وكولين بيقع. لحسن الحظ بيقع جنب داليا، وجو بياخد اللقاحات ويجري على قاعدة المتمردين هو كمان. وداليا لما بتشوف كولين بتفتكر انه هيموت، وبتمشي بس بتلاقيه لسه عايش، فبتبدأ تسحبه في ممر ضلمة. وهناك كولين بيبدأ يحكي لها قصته كلها وليه عايز يقتل ماركوس. صار لهم بعد كده شوية حراس بيحاولوا يخلصوا عليهم، بس داليا بترمي قنبلة وتفجرهم كلهم. بعد كده بينزلوا مع بعض في أنبوب، وكولين بيشوف في رؤية من روح ستونهنج بتقوله إن مويا اتجسدت من تاني على مر العصور، بس هو كان مركز قوي في انتقامه وما خدش باله. وبيتقاله كمان إن داليا هي التجسد الحديث لمويا. لما بيفوق داليا بتبقى مش عايزاه قاتل تاني، بس هو جاهز عشان يولع الدنيا. بعد كده بنروح نشوف زميلنا ماركوس وهو بيشيك على الفيروس الجديد، بيبعت كمان رجالته عشان يحاربوا المتمردين. كولين بيروح يشكر داليا انها انقذته في البرج، وهي بتقوله انها جاهزة تحارب حتى لو ده كان هيبقى اخر يوم في حياتها. وبعد كده بيقضوا وقت لطيف مع بعض، وهي بتدوخ وبتنام وهو بيقفل عليها عشان امانها. المتمردين بقى بيجهزوا الكمين لقوات الحكومة، وكولين بيقول ان هو هيروح عشان يقتل ماركوس. ويبدأ الاكشن. بعد كده داليا بتصحى وبتلاقي نفسها مقفول عليها، بس بتقدر انها تفتح الباب. كولين من ناحية تانية بيحاول يتسحب لقاعدة البرج، بس في هليكوبتر بتشوفه، فكولين بيبدأ يتحرك والطيارة بتطارده. وفجأة داليا بتظهر وبتفجر الطيارة، وكمان بتضرب راس حبيبة ماركوس. كولين بيروح عشان يقابل ماركوس وبيلاقيه فوق البرج. ماركوس بيقوله ان عنده دقيقتين بس قبل ما الفيروس الجديد يقتل الكل. كولين بيبدأ يهاجم ماركوس، بس كالعادة بيتهزم بسهولة وما بيقدرش يوقف الفيروس. داليا هي كمان من الناحية التانية بتطعن من حبيبة ماركوس اللي رجعت للحياة. الفيروس بقى بيبدأ يقتل في الكل، وداليا بتحط قنبلة في بق البنت الخالدة دي، والاتنين بيموتوا في الانفجار. وكولين أول ما بيعرف إن داليا ماتت بيملاه الغضب، وبيقوم ياخد راس ماركوس وبيضربه ضربة قوية. وهنا التوازن بيدمر البرج والفيروس وجيش ماركوس بالكامل. وفي النهاية المتمردين بينتصروا، وكولين بيشعل شمعة لداليا في الكنيسة المهجورة وهو بيمشي في غروب الشمس.